واحد مش عارف اذا كان ينظف السربنتينه ديت بتتشر ويدخل عليها جامد ولا ما ينظفهاش. في كل الاحوال مشكله، دخلت عليها جامد طبقتها وانت بتضرب فيها الميه، خرجت عليها وعملتها بالراحه ما تنضفش. باشمهندس عبد الحميد، عندنا مشكله كبيره قوي. ازيك يا هندسه، عامل ايه؟ في موضوع سخونيه العربيات. تفسير اسباب السخونيه بتبقى يعني بنلاقي واحد رايح عربيه سخنه يصرف كذا ويصرف كذا ويصرف كذا ويطلع العيب كذا وكذا وحاجه بسيطه بعيد عن الحاجات اللي هو صرفها في الاول. من الاخر انت عندك مشكله في العربيه ديت، قلت لي معلومه مهمه دلوقتي، قلت لي ان العربيه كانت بتسخن على السرعات العاليه ومع التكييف، وعكس المفروض اللي هو يحصل. اصلا العربيه المفروض كل ما الهواء بيزيد عليها كل ما التبريد يزيد، في نفس الوقت التكييف بيشغل المروحه فيخلي التبريد يزيد اكتر، لان المرحله الثانيه بتبقى سرعه المروحه عاليه. يبقى احنا كده اول حاجه السبب واللخبطه اللي احنا فيها دي، يبقى كده اول حاجه هنشك فيها ان دوره التبريد نفسها مش مظبوطه، مش منتظمه، يعني الميه ما بتمشيش بطريقه منضبطه جوه ده سوائل التبريد او جوه دايره التبريد، فتبدا تبرد الموتور. احكي لي الحكايه من الاول. دلوقتي العميل ده جاي يشتكي العربيه دي بتسخن على السرعات العاليه والتكييف. حلو. من زمان اتعلمنا ان اول تشخيص نقول عليه هو الريداتير، كده في مشكله، الميه مش ماشيه هنا بانضباط. الميه بتيجي هنا في بعض المواسير دي وتبدا تثبت، ما بتبداش تتحرك، فبداوا يسلكوها من فوق كده. بالظبط كده. فاحنا اول تشخيص ريداتير. الطبيعي اللي اي حد بره يقول له بقول لك يشيل حط، ماشي. طب نفرض الاحتمال 1% ما تلاقيش العيب منه، يبقى انا كلفت العميل ريداتير فوق ال 2000 جنيه. وده العميل اللي هو 1%؟ لا وهو من 1%. يعني طلع هو 1% ولا لا؟ لا طلع الحمد لله تشخيصنا صح. تشخيصنا صح. الريداتير بعد ما فكيناه دبينا الخرطوم لقيناه منزل قطر صدى. فاحنا هنبعته بقى نفك العلبه اللي فوق دي دلوقتي. هي كده دوره نظافه كده كانت طبيعيه ممكن يعملها اصلا. مبدئيا نعمل دوره نظافه، بس ممكن بعد دوره النظافه نركب الريداتير ويفضل العيب هو. نلجا بقى هنا احنا نغير الريداتير بالكامل. بنعمل نظافه اللي هي كده المفروض صيانه اعتياديه، تمام؟ بس مش اي حد بيبدا يفك الريداتير وينضفه يدوي، احنا اللي بنوجه العميل لكده. العميل واخد على دوره الخرطوم، الناس تحط له الخرطوم من غطا الريداتير ويبداوا ينزلوا شويه ميه ويحطوا له ميه ملونه والموضوع خلص. بس هو اليدوي دي تقريبا بتبقى المرحله الثانيه بعد دوره الخرطوم لو ما جابتش نتيجه. احنا بس بننوه اللي احنا على طول نعمل دوره تبريد العربيه منضبطه مع ميه معتمده ومحترمه اللي هي الخرطوم. تمام. لا اللي هو نعمل اول دوره تنظيف بالخرطوم خلاص. لا الاول في جدول صيانه، ده المفروض اللي احنا بنغير ميه معتمده مش ملونه وخلاص. ما بيجيبوا ميه، يا ريتهم يحطوا ميه من الحنفيه احسن منها والله. تمام. واثناء تفريغ العربيه في المغسله ننوه بس على الراجل العامل اللي احنا هننضف السربنتينه دي بالكاتشر، على فكره دي بتساعد جدا في التبريد برضه. ماشي، بس في مشكله، انا دلوقتي دخلت بالكاتشر عليها ببوظ السربنتينه ذات نفسها. برضه في حرفنه، الكاتشر دي برضه مستويات. ما تخشش بالمستوى اللي هو بيجيبوه في الفيديوهات بيقطعوا بيه الفبر ده بيدمروها واحده. الناس بتبقى فرحانه يا جماعه. خرطوم تحت البيت، خرطوم تحت البيت سهله، مش هينضف. طب نعمل ايه؟ طبعا هندسه يقول لنا طيب يقول لنا انا جاي لك انت خلاص تعالوا نعمل ايه. شكرا يا هندسه وكتر خيرك.